الحجاب وغض البصر وترك المحرمات وفعل الواجبات عبودية وتقييد للحرية صحيح، لكنها عبودية لرب العالمين اللي ما تنجميش تستغني عليه ولو لحظة. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا مرضت تشفى من عنده، وإذا ضاقت عليك الفرج من عنده، وإذا غلطت المغفرة من عنده، وكي تموتي شكون ترجعي؟ يقول الصحابي أبو ذر رضي الله عنه باللي النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم باللي الله تعالى يقول: يا عبادي راني حرمت الظلم على نفسي وعليكم، إياكم تظلموا بعضكم بعض. يا عبادي كلكم ضال غير اللي هديته، طلبوا الهداية من عندي نهديكم. يا عبادي كلكم جيعان وعريان غير اللي طعمته وكسيته، طلبوا الرزق من عندي نرزقكم. يا عبادي راكم تغلطوا في الليل وفي النهار وأنا نغفر كل الذنوب، استغفروا وتوبوا ونغفر لكم. يا عبادي ما تغلطوش تحسبوا تنفعوني ولا تضروني. يا عبادي لو كان آدم وذريته والجن معاهم كلهم كانوا صالحين ما يزيد في ملكي والو، ولو كان آدم وذريته والجن معاهم كانوا كلهم فجار ما ينقص من ملكي والو. يا عبادي لو كان كل واحد من الإنس والجن طلب مني واش يحب واعطيته له ما ينقص من ملكي غير كما تنقص البرة إذا دخلتها في البحر. يا عبادي أعمالكم محسوبة ليكم أو عليكم، والجزاء يوم القيامة. اللي يلقى ثواب يحمد الله، واللي يلقى عقاب ما يلوم إلا نفسه. المعنى إذا طعتي الله تنفعي نفسك، وإذا عصيتيه تضري نفسك، والله غني.